السلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. كتمنيقكم فرحانين وبصحه مزيانه. موضوع فيديو اليوم طلبتوه مني بزاف. هذا الموضوع يقدر يحولك من وحده حشوميه دائما مخبيه لوحده جريئه، يقدر يحولك من وحده انفيزيبل وحتى واحد ما كيديها فيها لوحده حتى واحد ما يقدر يتجاهلها، والكاريزما والحضور ديالها طالعين بزاف. موضوع فيديو اليوم غادي يكون على الانوثه المظلمه، دارك فيمينين انرجي، وكيفاش تخدميها ماشي غير في العلاقات، تخدميها في حياتك ديال كل نهار باش تستافدي منها وتطلعي الكاريزما ديالك بدرجات. فإلا كنتي مهتمه هاد لا فيديو ليك. اول حاجه هي بغيتك تبداي تخلي الناس يخدموا باش يربحوا الثقه ديالك وباش يكونوا في حياتك. ما تخليش لاكسي ليك ساهل بزاف. الى اي واحد يقدر يكون صاحبك، ولا اي واحد يقدر يدخل لحياتك، ولا اي واحد يقدر يهضر معاك ويعرف حياتك بسهوله، هادشي كيعني بلي راه الناس مع الوقت ما غيبقاوش يقدروا القيمه ديالك والقيمه ديال الوجود ديالك. داكشي علاش غادي خاصك تخليهم يخدموا باش يربحوا الثقه ديالك وباش يربحوا بلاصه في حياتك. وانا عارفه بلي راه بزاف البنات ما عارفينش كيفاش يخليو لاكسي ليهم صعيب وكيفاش يخليو الناس يخدموا باش يتقربوا ليهم. انا غنقول لك كيفاش ديريها. اول حاجه، ماشي اي بلان كتقولي عليه ماشي اي حاجه تقترحت عليك كتقولي عليها يلا نمشيو للجريده، يلا نمشيو للسويقه، يلا نمشيو نضربوا دويره على رجلينا، يلا نمشيو لبلاصه مشبوهه، يلا ما عندكش حدود، باغي غير تكوني معاهم. خاصك ما تبقايش تقولي على اي حاجه، تقولي غير على الحاجه اللي كتشبه لك، وتمشي غير للبلايص والمناسبات اللي غادي يكبروا بك، ماشي تمشي للبلايص اللي فيهم تحقير وتصغير ليك. ماشي اي حاجه وماشي اي بلان تقولي عليه اختاري غير الحوايج اللي كيشبهوا المستوى اللي انت باغا توصلي ليه ولا اللي باغا الناس يشوفوك فيه. هذه هي اول حاجه، حيت كنشوف بزاف منكم كيقولوا على شي حوايج ما خاصهمش يقولوا عليهم نهائيا. شي حوايج اللي تحت النيفو بزاف كتقولوا عليهم وهذا الشيء ما خاصوش يكون نهائيا. تاني حاجه، مع كامل الحب والتواضع، كاينين شي ناس خاصك تكبري عليهم، كاين شي ناس السلام فيهم بزاف عليهم، ما خاصكش تقولي عليهم، ما خاصكش تباني معاهم، ما خاصكش تعرفي شيء معاهم. اي واحد ما كيحترمش راسو، اي واحد كيهضر باسلوب خايب، لا في الخدمه لا في المدرسه لا في اي بلاصه، ما تعرفي شيش مع هاد الناس اللي النيفو ديالهم طايح، حيت غيخليو النيفو ديالك تنتي يبان طايح بحالهم. كاين شي ناس خاصك تكبري عليهم. ثالث حاجه واللي هي اهم حاجه واللي غتخلي لاكسي لك صعيب وغتخلي الناس يخدموا باش يربحوا الثقه ديالك ويربحوا بلاصه في حياتك، هي ما تحليش قلبك بالزربه لاي واحد. هذا غلط كبير كديروه بزاف. ما تحليش قلبك بالزربه لاي واحد واللي تلاقيتي معاه تعاودي ليه قصه حياتك. قلت لكم هذه النصيحه بزاف ديال المرات، ولكن راه ما عارفينش القيمه ديالها وشحال كتحطك في واحد البلاصه ديال القوه ملي كتعرفي انك تسدي فمك وما تحليش قلبك بالزربه لاي واحد. انت بحال هكا كتخلي الناس يخدموا ويربحوا بلاصه في حياتك وبلاصه في قلبك، عاد باش تقدري انك تحلي ليهم وتقولي لهم شويه من حياتك. الا بغى شي واحد يزربك باش تعاودي ليه قصه حياتك، كتجاوبيه باجوبه اللي عامه وما كتقولي حتى شي حاجه خايبه على الماضي ديالك وعلى راسك. بحال هكا انت كتكوني كتخدمي بدارك فيمينين انرجي ونوته مظلمه في حياتك. ما محتاجاش انك تعاودي بزاف للناس، ما محتاجاش انك تقبلي باي حاجه باش يكونوا في حياتك. بالعكس، كتصرفي على اساس انهم هما اللي خاصهم يخدموا باش يلقاو بلاصه في حياتك وباش يربحوا الثقه ديالك. ما كتبينيش هذيك الديسبريت انرجي، هذيك الانرجي ديال انا ميؤوس من امري وبغى غير شي واحد يدخل لحياتي، ما كتبينيهاش ولو تكوني ميته على داك الشخص. دائما كتخدمي بالثقاله وبالعقل. هذا الاسلوب غادي يخلي بزاف الناس يبعدوا منك، ولكن كاع الناس اللي غادي يبعدوا منك ثقي بيا هما ناس كانوا باغيين يضحكوا عليك وكانوا باغيين يتفلاو عليك. الناس اللي باغيينك ديال بصح وباغينك الاهداف مزيانه غيعجبهم الحال انك كتصرفي بطريقه اللي ثقيله وكتبين بلي راك انسانه كتستاهل الثقه، حيت ماشي غير كتجي وكتحل لاي واحد. تاني حاجه، خلي عندك الجرأه طلبي اي حاجه بغيتيها. كاين واحد المثل كيقول لك الفم المسدود ما كتوصلوش الماكله، وهذا المثل هذا صحيح بزاف. الا ما عندكش الجرأه انك تطلبي الحوايج اللي من حقك تطلبيهم واللي تستحقيهم، غادي يكون مشكل. وما كنهضرش غير في العلاقات، في حياتك ديال كل نهار. مثلا ما كتطلبيش صالير احسن واخا عارفه راسك خدمتي عليه وتستاهليه. ما كتهضريش وتبيني افكارك وتقترحي راسك وتهضري على شنو عندك لداخل، وكتخلي ناس عندهم افكار اقل منك وعندهم مهارات اقل منك يبانوا احسن منك. غير مثلا في كافي ولا ريستو، الا جابوا لك الكوموند ديالك وما عجبتكش فيها شي حاجه، ما كتهضريش، كتلقاي راسك شاريه شحال من حاجه ما عجبكش غير حيت ما قدرتيش تقولي لا.
الا عندك هاد المشاكل راه كاين مشكل بزاف وكتضري راسك، حيت ما قادراش تهضري، ما قادراش تطلبي حوايج اللي من حقك، وما قادراش تدافعي على راسك. عندك مخاوف بلي راه الا قلتي لا غادي تباني انسانه ما مزياناش، ولا غتباني بلا راكي طماعه. هاد المخاوف هادو غادي خاصك تحيديهم من طريقك حيتاش موقفينك. هنا فين كتجي دارك فيمينين انرجي. هاد المخاوف هادو ما خاصكمش تخليوهم يوقفوا بينكم وبين البلايص اللي باغيين توصلوا ليهم، خصوصا البنات اللي ترباو تربيه ديال خاصك تقولي لكل شيء، خاصك تحترمي لكل شيء، خاصك تسكتي تعطيك لواحد الحاجه، الا ما عطاكش الحاجه ما تهضريش، ما تقولي حتى شي حاجه. هاد البنات هادو كلهم خاص تكون عندكم واحد الشخصيه اخرى، هي الشخصيه ديال الدارك فيمينين انرجي، ديال الانوثه المظلمه ديالك، الجانب منك ولا الجانب من شخصيتك اللي كيهضر عليك، اللي كيدافع عليك، واللي كيطالب بالحوايج اللي من حقك انك تاخديهم. كنفضل انني نطلب شي حاجه ونسمع عليها كلمه لا، ونعرف راسي بلي راه داك الشخص ما يعطينيش ديك الحاجه وخاصني نمشي نقلب عليها في بلاصه اخرى، على انني نبقى ساكته ونخلي داك الشخص يبقى يستغل فيا وياخذ مني حوايج بلا ما يعطيني حتى شي حاجه. كنفضل مثلا انني نقول بغيت طالع احسن ويقول لي هذاك الشخص لا ما غنعطيش لك، ونبدا نقلب على خدمه احسن، فرصه احسن، في بلاصه احسن، على انني نبقى ساكته وكنتسنى هو اللي يعطيني داك الصالير اللي كنستاهلو. كنفضل انني مثلا خطيبي نطلب منه واحد الحاجه ويقول لي عليها لا، ونعرف راسي راه مع واحد الانسان سقرام ونسد عليه وندير فرصه فين يجي انسان حسن، على انني نبقى ساكته ونلقى راسي مزوجه بواحد الشخص سقرام ومضيعه معاه حياتي. كلمه لا ماشي ديما خايب انكم تسمعوها، الرفض ماشي ديما خايب انكم تسمعوه، بعض المرات مزيان انك تسمعيه حيت كيبين لك بلا راه هذيك البلاصه اللي انت فيها ماشي بلاصتك وخاص تمشي لبلاصه اخرى اللي تعاملي بها بطريقه احسن. خاص كلنا يكون عندنا الالتر ايجو ديالنا، الجانب من شخصيتنا اللي ما كيخافش انه يطالب بحقوق ديالو، ما كيخافش انه يسمع كلمه لا. ثالث حاجه، تجاهلي الناس اللي كيتسناوك تجري من وراهم وتتبعيهم، خصوصا الرجال. الا اونلاين وما كيجاوبكش كيتسناك انت اللي تتبعيه، الا كيقرا لي الميساج ديالك وما كيجاوبكش كيتسناك انت تتبعيه، الا شحال نتوما كتهضروا وما قالش لك نتلاقاو كيتسناك انت اللي تتبعيه، الا كيحاول انه يخليك تغيري بانه يدير دي لايك ودي كومونتير لبنات اخرين كيتسناك انت تتبعيه. مراه في الدارك فيمينين انرجي مستحيل تبع شي واحد، يا اما الراجل هو اللي يدير الدور ديالو، يا اما ما كيبقاش التايب ديالها نهائيا. الا شي شخص ماشي مهووس بيا وما كيخليهاش تبان واضحه بلي راه باغي يكون معايا، اوتوماتيكمون ما كيبقاش التايب ديالي، ما كيبقاش النوع ديالي، ما كنبقاش من جاذبه ليه. هذه هي الدارك فيمينين انرجي. ما عمرك ما كتبعي شي واحد وما عمرك ما كتجري من ورا شي واحد، مستعده تحلي قلبك وتعاملي مزيان غير مع الناس اللي يبينوا لك بلي راه باغي يكونوا معاك وباغين يكونوا في حياتك. هاد الالعاب هادو ما كيمشيوش نهائيا على المراه في الدارك فيمينين انرجي ديالها. ونصيحه من عندي ما عمركم ما تنساوها، ما ديروش الخطوه الاولى اونفير شي راجل. ما عمرك ما تمشي تعترفي لشي راجل، ما عمرك ما تمشي تطلبي لشي راجل يكون معك في علاقه نهائيا. عندها بزاف ديال الابعاد اخرين. حنا العيالات اول حاجه ما كنتعاملوش مع الرفض بطريقه زوينه. راجل ملي كيمشي عند مراه وكترفضو كيتجاوزها بسرعه، مراه ملي كتمشي عند راجل وكيرفضها ما عمرها ما كتجاوزها وكتبقى دائما واحله ليها وكتشك في القيمه ديالها وكتشك في راسها والثقه ديالها في راسها كتنزل. الرجاله معودين على الرفض من صغرهم، العيالات ما متعودينش على الرفض نهائيا. داكشي علاش ما عمرك ما تحطي راسك في بوزيسيون ديال شي راجل يرفضك، ما عمرك ما ديريها. الا شي شخص حاولتي انك تلمحي ليه بلا راك انتي عاجباه وما داهاش فيك، هذه اشاره باش انك تدوزي لحاجه اخرى. ما عمرك ما تخلي شي واحد يضيع لك الوقت ديالك، وما عمرك ما انتي تمشي ديري الخطوه الاولى وتعترفي لشي راجل. اذا مشيتي حتى درتيها واخا يقبل غيبقى يتسناك دائما ديري الخطوه الاولى في كل شيء. الخطوه الاولى تحذريه ملي تكونوا مخاصمين، انت اللي تعيطي في الصباح، انت اللي ديري كاع الخطوات اللي خاص الراجل يديرهم. داكشي علاش الراجل اللي ما دارش هو الخطوه الاولى تجاهك ما عندك ما ديري به. رابع نصيحه هي تعلمي تاخدي القرارات ديالك راسك. ما تطلبيش الراي ديال شي واحد في شي حاجه اللي انت خاصك تقري فيها، وما تاخديش الراي ديال الناس في شي حاجه اللي خاصه بك. شحال هذا كنت كناخذ الراي ديال الناس بزاف في البث ديالي، في اي حاجه كنديرها كان يقدر الا عطاني شي واحد الراي ديالو ما جاكش هذا الميكاب زوين نقدر ما نبقاش ندير هذاك الميكاب حيت خديت الراي ديال داك الشخص. وكنت مثلا كنطلب الراي ديال الناس شي حاجه اللي خاصني انا نقرر فيها، كنبقى نسول هذا وهذا 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 حيت كنت خايفه انني ناخذ القرار الغلط. ووالدي علموني نبقى نتشاور بزاف، كنت عانيت بزاف باش نحيد مني هاد القاعده. دارك فيمين انرجي هي انرجي اللي الثقه في راسها، هي انرجي اللي كتعرف تقرر لراسها. ما تحتاجيش تبقاي تسولي الناس على كل كبيره وصغيره في حياتك، تعلمي انك تسمعي لراسك
وفاش تلبسي مثلا شي حاجه اللي عاجبك انتي والناس الاخرين ما تعجبهمش، ما عمرك ما تكمشي وتخباي حيت ما عجبتهمش. ثقي في راسك وثقي في القرارات ديالك، وبقاي باينه راكي ثقه في راسك وعاجبك راسك ولو الناس الاخرين ما تعجبهمش الحاجه اللي درتيها. حيت بزاف ديال الناس تقدر ديري تقطيعه ديال الشعر، تقدر ديري اي حاجه اللي ما غتعجبهمش وغيكريتيكيوك عليها، ما عمرك ما تمشي تخشي في القنت وتخباي وتولي غير كتجمعي راسك ومخبيه. عجباتك ديك الحاجه النهار الاول قررتي انك بغيتيها، اونيت، باني بها، باني بثقه بالنفس، وما تخلي حتى شي واحد يخليك تشكي في راسك ولا يزعزع الثقه ديالك في راسك. واي واحد عطاك القرار ديالو ما تحسيش انك تغوتي، ما تحسيش انك تدوري فيه على القرار اللي عطالك. تقدري بابتسامه تقولي شكرا على الراي ديالك وديري داك الشيء اللي كيبان لك انت مناسب. تعلموا انكم تقروا راسكم، هذا الشيء كيعطيكم واحد الثقه بالنفس كبيره وكيبين بلا شخصيتكم قويه. ومن الناس كيزيدوا يعرفوكم اكثر وكثر وكثر تبانوا بلا راكم ماشي من الناس اللي كيمشيو مع القطيع، وبالعكس من الناس اللي كيعرفوا يقروا راسهم. نصيحه اخرى مهمه بزاف، كوني البنت اللي كيغيروا منها ماشي البنت اللي كتغير من بنات اخرين. كوني البنت اللي كيهضروا من وراها ماشي البنت اللي كتضيع كاع وقتها وهي كتهضر في الناس الاخرين. ملي كنشوف شي جروب ديال الناس كيهضروا في شي بنت كنعرف بلي راه ديك البنت واعره. حيت باش تضيع وقتك كامل تبقى تهضر في حياه شي شخص، خاص يكون هذاك الشخص واعر. ما يمكنش تهضر على شي شخص ما بيش. فخاصك تاخديها ككومبليمون ان الناس كيغيروا منك والناس كيهضروا من وراء ظهرك، حيت قابلين انهم يضحيوا بوقتهم والانرجي ديالهم عليك. فما عمرك ما تكوني البنت اللي انت كتغيري من الناس واللي انت كتهضري فيهم، كوني انت العكس. كيفاش غادي ديري هذا الشيء؟ بانك ديها في راسك، بانك ما تكون عندك حتى شي كومبيتيسيون في دماغك. في دماغك كاينه غير انت وكيفاش تزيدي لقدام، كيفاش نبان احسن، كيفاش نلبس احسن، كيفاش نهضر احسن، كيفاش نكون احسن في خدمتي، كيفاش نتطور، كيفاش نعرف نهضر احسن. كل شيء كيدور عليك وكيفاش انك تزيدي لقدام وتكوني انسان احسن. هادشي غادي يخلي بزاف يغيروا منك وبزاف يهضروا من وراك وبزاف كيحاولوا انهم ينزلوك لتحت. ولكن المحاولات ديالهم انهم يهضروا من وراك، يشوهوا السمعه ديالك، يبينوك بلا راك انت اللي ما مزياناش، كلهم كيزيدوا يثبتوا بلا راكي غادا في الطريق المزيان. حيت كون كنتي نكره، كون كنتي شي واحد اللي ما كيدير حتى شي ايفور، كون كنتي شي واحد اللي هامن راسو ما مديهاش في راسو ما مديهاش في حياته، ما عمرهم ما كانوا غادي يجبدوك حتى بالضحك. ملي كنت كنخدم، ملي كنت كنقرا، كنت دائما كنشوف البنات اللي دائما مركزين غير على راسهم واللي كيتهلاو في راسهم كيجذبوا بزاف ديال الغيره وبزاف الناس كيهضروا عليهم خايب. وكنت دائما عارفه بلي راهم كيهضروا عليهم خايب حيت غايرين منهم وما كرهوش يكونوا بلاصتهم. هي غير اسيستونت وكتحب راسها هي المديره، كتجي لابسه بحال هي المديره، كتصرف بحال هي المديره، ولا هي جايه غير تقرا وجايه مقاده حالتها وجايه عجبها راسها. ما عرفت كيفاش كدير كتلقى الوقت تفيق وتهلا في راسها. انا ما نقدرش نضحي بالنعاس ديالي على قبل باش نوض ندير شويه الميكا. هذه كلها غيره، ما كرهوش يكونوا بلاصتك ولكن ما عندهمش لا ديسيبلين باش يفيقوا مع الصباح ويديروا مجهود على قبل راسهم. جزء كبير من انك تكوني داخله في الدارك فيمينين انرجي ديالك هي تكوني مركزه على راسك بزاف ومركزه على المظهر ديالك. حيت فين عمرك شفتي مراه داخله في الدارك فيمينين انرجي ديالها كتغير من بنات اخرين وكتهضر كتضيع وقتها في النميمه على بنات اخرين وما مديهاش في راسها وفي المظهر ديالها؟ ما عمرها ما كانت وما عمرها ما غتكون. داكشي علاش جزء كبير انك تعطي وقت لراسك وتهلاي فيه قبل ما تخرجي للناس وتكوني انت المراه اللي كيغيروا منها ماشي اللي كتغير منهم. نصيحه اخرى مهمه بزاف، خدمي على المخاوف ديالك، خدمي على التروما ديالك، على الصدمات ديالك، على الحوايج الخايبين اللي دزتي منهم في الظل بينك وبين راسك، وخرجي ليهم بثقه بالنفس ما كتزعزعش. في اخبارك كاع المشاهير، كاع السيليبريتيز، كاع الشخصيات المهمه، كلهم عندهم مخاوف، كلهم عندهم حوايج كيخافوا منهم، كلهم عندهم حوايج معقدينهم، ولكن ما عمرهم ما كيبينوهم الناس الاخرين. شفتي غير المدير ديالك في الخدمه راه كيفكر بزاف قبل ما يدير لكم داك الريونيون، راه قبل ما يجمعكم ويهضر معاكم كيكون كيترعد ولكن ما كيبيناش حيت عارف راسو بلي راه هو واحد البلاصه ديال الاوتوريتي، ما خاصوش يبين الضعف ديالو. بحال هكاك انت ما كتبينيش نهائيا الضعف ديالك للناس، كتخدمي عليه بينك وبين راسك وكتخرجي ليهم بواحد الماسك ديال انا كامل القوه ديالي وثقه في راسي. شحال هذا كنت ملي شي واحد كيبدا يعاود لي على شي صدمه في حياته ولا شي حاجه داز منها في حياته كنبقى نقول لي حتى انا، حيت كنت باغا نتكونيكطا مع الناس بزاف. ما كنتش عارفه بلي راه هذيك الانفتاح ديالي بالزربه الناس ما كنعرفهمش ونبين لهم الصدمات ديالي والعقد ديالي كيحطني في واحد البلاصه ديال الضعف.
ما عمرك ما تجي وتبيني الانسكيورتيز ديالك والعقد والتراما ديالك لاي واحد، وما عمرك ما تبينيهم في الخدمه ولا في المدرسه. هاد البلايص هادو غتبغي تخليهم بروفيسيونيل، وغتبقاي تخوي راسك من الصداع والدراما اللي فيهم. كتمشي غير باش تقراي ولا باش تخدمي، ماشي كتمشي باش تعاملي مع السم والحقد ديال الناس الاخرين. داكشي علاش عندك واحد الماسك ديال القوه كتبينيه في هاد البلايص هادو. وما عمرك ما كتبيني الضعف والانسكيورتيز ديالك كتخدمي عليهم بينك وبين راسك في الظل. اخر نصيحه هي ما تخافيش انكي ما تتفقيش مع الناس، يكون عندك راي مختلف على الراي اللي عند الناس. ما تخافيش انكي تبيني بلاك ما غاداش معاهم في نفس الطريق. كنشوف مثلا غير بنت الا تخطبات، اي حاجه كيقولها لها خطيبه كتقولي انا متفقه معك، عندك الحق فيها. كتفق مع اي حاجه وخا هي في الاصل ما متفقاش معاها. انا بالنسبه لي هذا ماشي غير ضعف شخصيه، وماشي غير خوف من انك هذاك الشخص غادي يمشي يخليك. هذا كيتسمى كذوب ونفاق، وكيتسمى بلا كتحطي راسك فواحد البوزيسيون ديال تحت من داك الشخص. الراي ديالي ما كيهمش، المواقف ديالي ما كيهموش، المهم هو انني نبان بلا انا مناسبه ليك. راه خطيبك ما كيعجبوش الميك اب، انت كيعجبك الميك اب، عادي ما فيها حتى شي مشكل، بقاي كيعجبك الميك اب، عادي يكون هادشي. اللي ماشي عادي هو انك تنكري راسك، تنكري الهويه ديالك، تنكري الذوق ديالك، تنكري اي حاجه باش تفيت باش تعجبي واحد الشخص وتباني بلي راه هو مناسب. هذه عقليه ديال القله، سكاريتي مايند سيت. كيتحاب لك بلا راه كاين شخص واحد في الدنيا الا ما قبلش عليك راه غتموتي. راه كاين بزاف ديال الناس مستعدين يبغيوك كيف ما انت، وكاين الناس اللي واخا يعرفوا بلا راك انت ما متفقاش معاهم غادي يبقاو يبغيوك وغادي يكملوا معاك. غير انت خاص تحيدي منك هاد الطبع. دارك فيمينين انرجي ما كتخافش انها تعبر على راسها وتقول شنو كيدور لها في راسها، وتقول شنو هما الحوايج اللي كتفضلهم وشنو هما الحوايج اللي ما كتفضلهمش. كيهمها انها هي تكون مرتاحه على انها تنكر راسها وتخلي الناس هما يكونوا مرتاحين. هكا غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. شكرا بزاف على وقتكم، شكرا بزاف على المشاهده، كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد.